بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله زي ما انتوا شايفين هنعمل الطحينة الاقتصادية. أيوة، من كوبايتين سمسم هنطلع أزيد من كيلو من الطحينة. طبعا احنا عارفين ان الطحينة غالية دلوقتي، فايه رأيكم اللي احنا هنعملها في البيت وهتبقى موفرة معانا؟ شايفين ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي؟ انتوا دلوقتي تحسوا ان هي خفيفة، بس لسه كل ما تقعد كل ما تتقل، لانها لسه معمولة حالا، وطبعا هي سخنة، وكل ما تبرد كل ما تتقل. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي وشايفين لونها. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا ندخل ونشوف عملت الطحينة دي ازاي. المكونات بتاعتها بقى دي حسب الرغبة. يعني انا عندي هنا كوبايتين من السمسم، وعندي كوبايتين من الدقيق، وعندي كوباية من الفول. حابة تشيلي الفول وتعمليها بسمسم بس براحتك، وممكن كمان تشيلي الدقيق وتعمليها بسمسم بس. يعني في ناس بتعمل الطحينة بسمسم بس، وفي ناس بتعملها زي ما انا بعملها كده سمسم وفول ودقيق، وفي ناس بتعملها بسمسم وفول. وعايزه اقول لكم كمان ان في ناس بتعمل الطحينه بفول بس. يعني اللي انت حابه تزوديه زوديه، واللي حابه تشيليه تشيليه. بس حباكي اللي انت تجربي الطريقه بتاعتي دي هتعجبك، وهي اقتصاديه. يعني كوبايتين الدقيق دولت هيكتروا معاكي في الكميه، وما تقلقيش من الطعم بتاعها. وعايزه اقولك اللي بتيجي من بره بيكون معمول فيها دقيق. هنا انا جبت طاسه سخن، طاسه حطيتها على النار لغايه ما سخنت معايا. حطيت فيها عليها السمسم، حطيت فيها السمسم. عايزه السمسم هنا يسخن قوي، يعني احط ايدي عليه كده احس ان انا مش طايقاه، يعني من سخونيته حاسه ان انا مش قادره استحمله. عايزاه يكون سخن قوي. ليه؟ علشان اول لما اجي اضربه في قلب المطحنه الاقيه يطحن معايا وينزل الزيت بتاعه. انا هنا اول حاجه عملت السمسم، علشان السمسم بياخد وقت شوية، وبعد كده هحط ورا منه الفول. وزي ما قلتلك لو انتي مش حابة الفول استبعديه. انا قبل كده عملت معاكم الطحينة، عملتها بالسمسم بس، وعملتها بطريقة صحية كمان. بدل الدقيق حطيت شوفان. لو انت عايزة تستبدلي الدقيق وتحطي مكانه شوفان هيبقى افضل واحسن، وهتبقى صحية اكتر. طيب الناس اللي بتقول الدقيق مضر، مضر لناس معينة، ناس ما بتقدرش ان هي تاكل الدقيق. احنا بناكل الدقيق، يعني الدقيق بندخله في الكحك والبسكوت، وبناكل الكحك والبسكوت عادي. بندخله في الكيك وبناكل الكيك عادي. ايه المشكلة ما احنا كمان ندخله في الطحينة؟ هنا السمسم اهوت بعد ما حسيت ان هو خلاص سخن قوي، بعد كده هحط عليه الفول. اهم حاجة وانا بقلبه على النار مش عايزة السمسم يلون معايا علشان الطحينة ما تغمقش معايا. ونفس النظام مع الفول، هديله تقليبة لغاية ما يسخن معايا قوي. انا هنا مش هحط عليهم الدقيق، انا الاول هطحن السمسم والفول، وبعد كده هحط الدقيق اللي انا برضو هديله تقليبه اللي انا اطلع الرطوبه منه. بس مش هحطه معاه دلوقتي. ليه؟ عشان عايزه اما اجي اضرب السمسم والفول يطلع الزيت بتاعه. لو حطيت الدقيق معاه اما اجي اضربهم في قلب المطحنه هلاقي الدقيق بيشرب الزيوت بتاعته دي. زي ما انتوا شايفين انا بقلب، وده انا واقفه على البوتاجاز ما بسيبهوش خالص لانه بيلون بسرعه. وانا بختبره بايدي كده لغايه ما احس ان هو سخن قوي وايدي مش طايقه النار، يبقى كده خلاص. كده خلاص اهوت. بعد كده هاخده بقى في المطحنه احط شويه بشويه وهو سخن، ما سيبوش ان هو يبرد. لازم وهو سخن احطه في قلب المطحنه واضربه على طول عشان ينزل الزيت بتاعه. وانا بطحنه كده لو لقيته عايز حاجه ان هي تساعده ان هو ينزل الزيت بتاعه، هجيب شويه من الزيت كده في حدود معلقتين اضيفهم عليه وانا بطحنه. زي ما انتوا شايفين كده عايزاه يديني معجون. شايفين النتيجه؟ هي دي النتيجه اللي انا عايزاها. طب انا ليه ما عملتوش في قلب الخلاط على طول؟ لو جيت اعمله في قلب الخلاط مش هيديني النتيجة دي. الخلاط بيعصر مش بيطحن. انا عايزة احطه في المطحنة ان هي تطحنهولي تديني معجون. هفضل اعمل كده لغاية ما اخلص الكمية كلها. احط شوية بشوية، واحط معلقتين زيت كده لو لقيته محتاج احط معلقتين زيت علشان اوصل للنتيجة ان هو يديني معجون ناعم. زي ما انتوا شايفين اهوت.
بفضل اطحنه، ودي النتيجة بتاعته اهيت. ده اللي انا عايزاه، ان هو يكون ناعم كده. زي ما قلت لكم الخلاط مش هيديكوا النتيجة دي. اوعي تحطيه في الخلاط وتقولي احط عليه الزيت والزيت هينعمهولي، عمره ما هينعمه وهيوصله للطريقة دي. فلازم اول حاجة اللي انا احطه في قلب المطحنة ان هو يديني النتيجة دي، وبعد كده هحطه في قلب الخلاط. هفضل بقى اعمل كده لغاية ما اخلص الكمية دي كلها. بعد كده هاخد الدقيق واحطه على النار برضو، اديله كام تقليبة كده علشان اطلع الرطوبة اللي فيه زي ما قلت لكم. وكمان في نفس الوقت اما اجي اضيفه على السمسم والفول ما احسش بطعمه. التقليب الكتير فيه اللي انا بسخنه بيضيع من طعم الدقيق شوية. اهم حاجة اخد بالي لان الدقيق بيلون بسرعة. لو انت عايزة الطحينة بتاعتك تكون غامقة، في طحينة اللي هي الطحينة الحمراء ممكن تغمقي السمسم شوية وتغمقي الدقيق شوية عشان يديكي طحينة حمراء. لكن لو عايزاها بيضة هتفضلي تقلبي كده وتاخدي بالك على ان هو الدقيق والسمسم ما يغمقش معاكي عشان تفضل الطحينة فاتحة معاكي. زي ما انتوا شايفين طول ما انا واقفه عماله بقلب لغايه ما الدقيق يسخن معايا قوي. عايزاه يسخن جامد بس في نفس الوقت ما يلونش معايا. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تستبعدوا الدقيق يعني تستكفوا بالسمسم والفول براحتكم. حابين اللي انتوا تبدلوه بشوفان هيبقى صحي. بس عايزه اقول لكم برضو زي يعني المطاعم بره ما بتيجي تعمل الطحينه، ما بتيجي تقدمها جاهزه بتعمل لها حاجه كده. انتوا عارفين التوميه ما بتيجي تتعمل بنعمل مهلبيه كده بنعمل مهلبيه الاول من الدقيق او من النشا، وبعد كده بنحط عليها المايونيز. هي نفس النظام بيعملوا الطحينه كده. بيعملوا الطحينه ان هم يعملوا مهلبيه من الدقيق او من النشا، وبعد كده يضيفوا عليها الطحينه. احنا هنا ضايفين الطحينه في الاول. وعايزه اقول لكم برضو ان هو الطحينه ما انتوا بتشتروها من بره بيكون متضاف عليها دقيق، مستحيل ان هو يديها لكم خام. هنا انا حطيت بقى بعد ما خلصت الدقيق حطيت في الشفشق، حطيت الزيت الاول. يعني سمعت كتير ان الزيت لما تيجي تضربيه الاول في قلب الخلاط وبعد كده تضيفي عليه المكونات، ده بيخلي الزيت ما يعومش على وش الطحينه. بس هقول لكم انا اكتشفت ايه، يعني المعلومه دي غلط. كده كده الزيت بيعوم على وش الطحينه. هنا بعد ما ضربت الزيت ولقيته يعني ابيض معايا بدأت اضيف اللي هي السمسم والفول اللي انا طحنتهم. ضفت شويه بشويه. انا قلت الاول هضيف نص الكميه وبعد كده هضيف نص كميه الدقيق، لان ممكن شفشق الخلاط ما ياخدش الكميه دي كلها. فانا لقيت الخلاط الحمد لله اخد الكميه. يعني بعد ما ضفت نص الكميه اللي هي السمسم والدقيق لقيته اخد بقيه الكميه. انا هنا الزيت اللي انا بضيفه ملوش معيار. يعني ايه؟ يعني انا بضيف شويه بشويه لغايه ما احس ان الصوت تقل معايا، ما عادش محتاج ان هو زيت. يعني ما عادش ينفع ان انا ازود له زيت. يعني الاقي قوام تقل معايا. وانتوا بتعرفوا ده من اللي انتوا بتسمعوا الصوت. يعني صوت الخلاط بتلاقيه بيختلف معاكم، بتلاقوا الصوت ان هو تقل. بس قبل ما تضيفوا زيت حاولوا ان انتوا تقلبوا برضو الطحينة من الجنب. ممكن بيبقى فيه لازق كده في الجنب برضو. تطلعوا كل ده لغاية ما تخلصوا الكمية كلها. زي ما انتوا شايفين دي الكمية خلصت اهي. انا بحطها في قلب البرطمان ده طبعا متعقم. بفرغ الكمية. هتقولوا ان هي خفيفة، طبعا لانها لسه سخنة وكل ما تبرد كل ما بتتقل معاكم. شايفين ما شاء الله عملت لي البرطمان ده وشوية في قلب الشفشة. الشوية دولت اللي انا كنت عملتهم المرة اللي فاتت في البتنجان. مع البتنجان اللي انا قلت لكم كنت انا لسه عاملة طحينة وسبت الطحينة في قلب الشفشة وحطيت في قلب منها البتنجان. البرطمان ده يعني اقل منه بشويه بيبقى كيلو. يعني انت ما بتيجي تجيبي حاجه في قلب البرطمان ده ما بيبقاش مليان على الاخر كده وبيبقى وزنه كيلو. الشويه الزياده فيه على الشويه اللي في قلب الشفشه هيدوكي في حدود ربع كيلو. يعني انت عملتي كيلو وربع طحينه من كوبايتين سمسم. طيب موضوع الزيت بقى اللي انا بقول لكم عليه ده، انتي كل ما تسيبيها هتلاقي الزيت بيعوم على الوش. ليه؟ الطحينه بتتقل فبتركز تحت والزيت بيبقى قوامه خفيف فبيعوم على الوش.
ده الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم.